زي لو دخل في ودنك جسم غريب او لا قدر الله صادف وحد حواليك حصل له كده. الجسم الغريب ده ممكن يكون حاجه من الاتنين، لا اما حشره لا اما ماده صلبه. في الحالتين لو الجسم الغريب ده ظاهر لك في الجزء الخارجي من الاذن سواء حشره او ماده صلبه، فان انت تطلعها باستخدام ملقاط. هي ظاهره في الجزء الخارجي من الاذن، طب انا مش شايفها او لو انا مش هعرف اطلعها او انا 100% مش متاكد ان هي ظاهره كلها، مش العب في وداني او ما حاولش العب في ودان غيري. خطر جدا انك تستخدم اعواد الاذن او خلة السنان او عود الكبريت. انت كده ممكن تاذي ودنك وتخرم طبلة الاذن، او ممكن كمان تاثر على القناه السمعيه لا قدر الله، كمان تفقد حاسه السمع باكملها. هي طب ايه اللي المفروض اعمله في الحاله دي؟ حاول تميل راس المصاب بحيث تكون الودن المصابه هي اللي ناحيتك. في وجود حشره هنبدا ان احنا نصب بسائل، سواء عندك زيت زيتون او كحول او ميه. يعني لو انت عندك زيت زيتون تقدر ان انت تعمل نقط بسيطه او قطرات بسيطه في ودنك، هي تطفو فوق السائل والزيت يمنع عنها الاكسجين وتموت. لو ما عندكش زيت زيتون تقدر تستخدم ميه، تقدر تستخدم كحول. طيب بس اهم حاجه ان الزيت يكون بدرجه حراره الغرفه او زيت دافي، ما يكونش بارد او سخن. وربنا ينجينا جميعا. هي معلومه بسيطه بس ممكن تساعد في انقاذ حياه انسان.